السلام عليكم ومرحبا بكم خياتي فيديو جديد على قناتي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. نبداو بالصلاة على الحبيب يا الحباب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله وعلى بركة الله. كما راكم تشوفوا خياتي معايا في الفيديو رايحة نشارك معكم وصفة جزائرية 100%. الدولمة لعشاق الدولمة الجزائرية. اليوم حبيت نشارك معكم طريقة زمان بعض الإضافات زيدتهم أنايا. بصح هي ماشي مشكل، تقدروا تضيفوا الإضافات اللي راني ندير فيها أنايا، وتقدروا ديروا الطريقة اللي تحبوها نتوما. أنا حبيت نشارك معكم طريقتي وكل واحد يقعد يعني لو شوا ليه. بالنسبة للمقادير واش لازمنا عندنا. أول حاجة عندنا لا فيونداشي، هذه حاجة ضرورية. عندنا مرسو تاع الدجاج ولا تاع اللحم ولا لا كركاس تاع الدجاج ولا كيما نقولوا العظومة هذوك اللي نلقاو في اللحم. يعني حاجة كيما نقولوا كيما هكذا باش لاصوص تاعنا تجي بنينة. وعندنا خضر مشكله. الخضر تقدروا ديروا انواع اللي حبيتوا نتوما. بالنسبه ليا انا ندير البطاطا وندير الزروديه وندير لي كورجيت. وعندنا زوج مغارف نتاع الروز، عندنا حبه بصل كبيره، فلفل اسود، وعندنا القرفه والملح بطبيعه الحال في قدره ولا في كوكوط. انا دائما نطيب في هذا الكوكوط. في الكوكوط نحطوا مغرفه كبيره تاع الزبده ندوبوها ونحطوا لي مورسو تاع اللحم ولا تاع الدجاج الاختيار يقعد ليكم. من بعد ما نقليوها بيان، السر في البنه هي في التقليه. كي نقليوها بيان ومن بعد تشمي هذيك الريحه تاع كي راكي تقلي تقلي في الدجاج ولا في اللحم. كي تشمي هذيك الريحه عارفي بلي هذاك الغشاء تاع اللحم تاعك راه عطا هذيك البنه وهذيك التقليه اللي راكي حباتها. من بعد ما تقلى لنا نزيدوا عليها حبه بصل هذيك اللي كنا سكرفجناها من قبل، ونزيدوا عليها فلفل اسود والملح على راس المغرفه القرفه. نقليوهم بيان جيدا حتى يتقلاو، ونضيفوا عليهم الماء يكون سخون. يعني سخنوا الماء في جهه ولا عندكم الى عندكم الماء سخون دو ناتور كيما نقولوا حطوا الماء سخون، لازم يكون سخون باش يعني يطيب لكم هذاك اللحم ليه نغلقوا عليها ونرجعوا لا فيونداشي. بالنسبه لا فيونداشي واش لازمنا كميه قليله تاع لا فيونداشي. زوج سنين تاع الثوم نكون سكرفجناهم في الرقيق. بالنسبه للثوم انا دائما في طياباتي نحب نضيف الثوم لانه الثوم يدير لي بنه ولا اروع في طياباتي. الصراحه يجي بزاف بنين ولا أروع. نتمنى أنكم تجربوه يعني في طريقة تقليدية ما يديروش الثوم. بصح انا دائما ندير الثوم في الدولمه تاعي تجي بنينه بزاف. نزيدوا عليها رشه تاع الملح، فلفل اسود، وعندي القرفه. يعني لي زيبيس نديروه في المرق نديروه في لافارس نتاع الدولمه. من بعد نديرو زوج مغارف نتاع الروز ونخلطوهم لي زانغريديون بيان وشويه تاع المعدنوس، ونخلطوا هذيك الحبه تاع البيض ونحطوها تدريجيا حتى تولي لنا عجينه متماسكه. نجيبوا هذاك الخضر اللي كنا خيرناهم، يعني الخضر يقعد اختياري كما سبق لي قلت لكم. انايا بالنسبه ليا خيرت قرعه كورجيت وبطاطا والزروديه لانه عندي دراري صغار يعني لازمني نعطيهم وجبه كامله. لهنا خياتي كيما راكم تشوفوا نعمروا هذوك الخضر ونحاولوا انه ما نعمروهاش ما نضغطوش عليها، لانه الارز على بالكم باللي كي نحطوه يطيب رايح يزيد كيما نقولوا في الحجم تاعو، يعني باش ما تترتقناش الحبه. كيما راكم تشوفوا انا كملت جميع الخضر اللي كانت متوفره عندي عمرتها، وقعدت لي كميه نتاع لا فيونداشي نديرها دي بولات نرميها مع الخضره هذيك. من بعد كيما نقولوا من عفوا من نكمل بعض المرات صراحة خياتي. بعض المرات نكون مكونسونطرية في الوصفة ومن بعد نغلط يروحوا لي لي مو يروحوا لي الكلمات نولي غير نهدر. سمحوا لي على كل حال إلى جازوا فيديوهات وهدرت هدرة ماشي في بلاصتها، عذرا منكم. لهنا كيما راكم تشوفون نعاودوا نوليو الوصفة تاعنا. هذيك الكميه تاع لا فيونداشي كيما سبق لي وقلت لكم نديروها دي بولات ونرميوها مع الخضر.
الخضر. اختي اللي لحقت النقطة من هذا الفيديو ما تنسينيش بالجام، ديريها دوكا وكملي الفيديو فضلا وليس امرا. واللي التحقت بقناتي نقولها مرحبا بك، نورتيني. تشاركي في قناتي وتفعيل زر الجرس وبارطاجي مع الحباب الاصدقاء لتعم الفائدة فضلا وليس امرا. ولا هنا خياتي من بعد ما طاب لي هذيك اللحم، كنت طفيت عليه وشفت اللحم إلا طابت ولا لا. كي شفتها بلي طابت خليتها غلات هذيك الغلوة الأولانية وبديت نحط في الخضر تاعنا كيما راكم تشوفوا. يعني حطوهم عشوائيا، يعني حطوهم كيما راكم تشوفوا، راه واضح الفيديو. من بعد ما نحطوا الخضر نزيدو نغلقوا عليه ربع ساعة ماكسيموم. نتوما على حساب يعني القدر ولا لاكوكوت اللي راكو راح، يعني كل واحد يعرف الاواني تاعو. بالنسبه ليا هاد لاكوكوت طيابه، يعني 10 دقائق حتى ل 12 دقيقه بالكثير تلقى يعني الماكله تاعك واجده. انا ما نحبش نخليها روتاردي باش ما تطيحليش هذيك الخضره. وبالنسبه للحميصه نسيت ما قلت لكمش بلي الحميصه انا عندي طيبه، يعني كيما نقولوا غير طيب للخضره ونبغى نجمر فيها هذيك لاصوص باش تعقد لي شويه نرميها في الاخير. بالنسبه لكم الا كانت عندكم لاصوص الى عفوا الا كانت عندكم ماشي طيبه ارميوها من الاول باش تطيب لكم. لهنا هذا هو الشكل النهائي تاعنا من بعد ما طاب. هذا هو الشكل النهائي تاعنا للدولمة لنهار اليوم. نتمنى تكون نالت اعجابكم وتجربوا طريقتي، وان شاء الله نتمنى انها تعجبكم. في نهاية الفيديو نقول لكم اشتركوا في قناتي وتفعيل زر الجرس وبارطاجيو مع الحباب والأصدقاء لتعم الفائدة. وما تنساونيش بالجام او كومنتار شباب كيما نتوما فضلا وليس أمرا. لهنا نقول لكم أستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه في فيديو آخر في وصفة أخرى. سلام، مع السلامة.